كان معلما في أحد المدارس في السودان يعاقب تلاميذه بطريقة غريبة، حيث كان يقوم يضعهم عضة قوية حتى يصرخ التلميذ من الألم، وقد اشتهر بذلك بين زملائه. فقدمت فيه شكوى للمدير، فحضر المدير والمحققون والذين قاموا بدورهم باستدعاء المعلم. وبالفعل جاء المعلم واتجه نحو مكتب المدير، وسلم المعلم على المحققين. لما شرعوا في توبيخه والسؤال عن سبب معاقبة التلاميذ بتلك الطريقة، طلب منهم أن يحضروا معه الحصة في الفصل أولا حتى يعرفوا السبب، فوافقوا وجلسوا داخل الفصل. وبدأ المعلم يشرح الدرس، وكان الدرس في مادة التاريخ، ويدور حول الدولة العباسية والخليفة هارون الرشيد. وكانت من أروع الحصص، حيث أفاض المعلم وأجاد في الحديث عنها، وتناولها بالشرح الجيد، وعصر فيها معلوماته وخبراته. وفي نهاية الحصة سأل المعلم أحد التلاميذ: من هو هارون الرشيد؟ فقال التلميذ: لا أعرفه من هذا، أول مرة اسمع هذا الاسم. هنا رمي كبير المحققين بعمامته من الشباك، وقال للأستاذ: علي الطلاق، لو ما عضيته لأعضه، لا تنسي الاشتراك في القناة ودوس لايك.